بدأته مصر. هذا الجهد اسمه دار التقييم. في هذا الجهد كان هناك شيخ فاضل لا نزكيه على الله رحمة الله عليه، اسمه محمود شلتوت، كان معه أئمة عظام. شيخ الأزهر السابق. أئمة عظام كالإمام الدكتور محمد أبو زهرة ومحمد مدني أستاذ الفحام. هؤلاء العلماء جميعا أصدروا فتوى تقول بجواز التعبد على المذهب الجعفري الاثنى عشري، وساهموا في دار التقريب لطوال أكثر من 20 عاما، وما زال هذا الجهد مستمر وإن كان الظروف السياسية متغيرة. جئت لهذا البرنامج للمصالحة لا الاحتراب الفكري. هناك قضايا ليس هناك احتراب، لو سمحت هناك أسئلة من السادة المشاهدين لكن محمود عشان وقت الحلقة. لو سمحت جئت لهذا البرنامج لا أتناقش في قضايا علمية مضبطة في منهجية، ليست قضايا علمية. لو سمحت أخلص كلامي وبعدين أقول. هذه القضايا تناقش لدى طلاب العلم وأساتذته في معاهد وحجر مغلقة، لا على قنوات الإعلام للناس حتى تفتتن. يعني قرآن موجود في السوق وفيه آيات مضافة. لو سمحت أخلص كلامي يا أستاذ محمد. تفضل. هذا الكلام الذي يناقش هو فتنة للناس واحتراب. قلت منذ البداية وقال غيري للشيخ في أكثر من قناة وفي أكثر من برنامج إلا أنه لا يرتدع، وصدق فيه قول الله تعالى في آيات سورة الأنعام: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم، قلنا أن كتاب الله لو سمحت أنا أجبني على السادة المشاهدين يا أستاذ محمود. قلت أن كتاب الله تعالى الذي يتعبد به يطبع في مطابع خادم الحرمين يقرأه كل المسلمين في كل مكان، في مساجد إيران وغيرها وعند الشيعة وغيرهم. من عنده مصحف غير ذلك قلنا منذ البداية وقالها غير كثير فليأتي بهذا المصحف. من عنده كتاب تراسل الزميل من كهذا الصديق الذي عنده في مكتبته فليأتي به ونحن نناقشه في دقيقة. ما خلصتش. هل الوحي نزل يا سيدنا أنا أقول هل الوحي نزل على فاطمة للتعزية وأين الدليل؟ ده سؤال مشاهدينا. موجود حتى في هناك اسمه دعاء زيارة الرسول. هذا الدعاء هو ذلك الذي نزل به جبريل على السيدة فاطمة للتعزية. وقلنا هو بيقول لي هو جبريل نزل لما أي حد بيموت محمد منتهية. إذا هو نزل. لو أخلص النقطة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أي أحد. نحن نؤمن أن آدم حينما عصى ربه فتلا كلمات هذه الكلمات كان استشفاعه بالحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي يكذبها الشيخ وغيره. فهذا مقام محمد، فإذا وفاته وقيل أن ربه علمه كلمات للاستغفار ولكن فإذا حدث وفاة محمد 20 ثانية. سؤالي الأخير من أبو سلمان: الأدعية الموجودة التي تلعن وتسب عليه أبو بكر وعمر، ليس هناك دعاء مروي فيه سباب. يقول في حديث أنا قلت ليس هناك دعاء مروي. ليس هناك دعاء مروي عن أئمة أهل البيت فيه سباب لأنهم أعظم عند الله تعالى وأجل من أن يسبوا أحد. شكرا لك. لأنهم أنا ما خلصتش. لأنهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق. شكرا لك. تفضل شيخنا. أشكره على هذه الخطب التي استطاع بها ربما أن يصرف بعض أذهان الناس. أما الشيعة العقلاء فما زال في ذهنهم أنه لم يجب على أسئلتي ولا أسئلة المشاهدين. إن المسألة الآن ليست في الروايات التي رويت في كتبهم، إنما المسألة في اعتقاد المؤلف الذي ألف. لم يجب. فأول الأمر أفرح الناس ولا أدري من الذي دلس وقال لهم من اعتقد أن هذا القرآن محرف كافر. ثم لما أتيته بكلام الكاشاني وبكلام المفيد وبكلام الطبرسي وبكلام المجلسي هم يقولون بعد هذه الروايات هذه متواترة، هذه صحيحة. فإذا سألته عاد يقول هذه الروايات مثل ما عندكم في كتبكم. ليست هذه نقطة بحث. اسمح لي بسؤال. الآن صرح. أنا لم أتكلم ولا كلمة. ننتظر. الآن
كل الشيعة العقلاء يقولوا ليه ما أجاب؟ ليش ما قال عن الكاشاني الذي اعترف وراح نط على الروايات؟ نحن الآن بحثنا بمن قال بالتحريف، ثم دخلنا في الشيخ الازهر وشلتوت وما شلتوت، ودخلنا في انه ادم توسل معك بمحمد. دقيقه شيخ عدنان عشان نختم حلقتنا. أيوة. وهنستكمل غدا. هنستكمل غدا. يعني هو موضوعنا لم يغلق بعد، اخذ وقت نعم. هو السؤال الذي سرد عليه، هو قال ان الوحي نزل على السيده فاطمه للتعزيه، وهناك ادله او هناك هذه الادعيه موجوده. نعم. الشيء الاخر انه انكر ان هناك ما يدل على ان هناك لعن لابو بكر وعمر. نعم. سالناه نحن هذا الوحي من الله حتى لو كان حديثا قدسيا. أهل السنة حفظوا الأحاديث القدسية في مؤلفات خاصة به. أين هذا المؤلف؟ لم يأتي به. لم يأتي حتى الآن ولن يأتي به. وسننتظر الحق. هل هناك ما يدل في كتب الشيعة على لعن أبو بكر وعمر؟ لا يوجد في كتب الشيعة لعن لأبي بكر بالمفردات، وإنما بالتواتر والإجماع. وأنت تفتش في ضمائرهم فتعرف. عفوا أنت تفتش في الضمائر فتعرف أنهم يقصدون. أن هناك من علماء الشيعة اليوم نصف دقيقة. شيخ عدنان نغلق الحلقة. ثم نستكمل غدا في نفس الموضوع. من علماء الشيعة اليوم من يقول بالتحريف، منهم الكوراني في مناظرة في بعض القنوات قال القرآن هناك علماء منا يقولون بالتحريف. نقبل غدا. عفوا لن أسمع إلا غدا. لن أسمع إلا غدا. أعزائي المشاهدين، انتهى وقت الحلقة في كلمة سواء على قناة صف. نستكمل غدا في نفس الموعد في تمام 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية والكويت وبعض الدول العربية مع مراعاة فروق التوقيت. نكمل كلمة سواء غدا، ونشكر باسمكم جميعا ضيفينا الكريمين الأستاذ محمود جابر الكاتب والباحث مدير مركز النور للدراسات العلمية. شكرا لك أستاذ محمود. أشكرك. أيضا فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور المشرف العام على مشروع جامع السنة. شكرا لك شيخ عدنان. أعزائنا نكمل غدا في كلمة سواء. شكرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.